احنا عارفين ان الاحبال الصوتية هي الجزء الرئيسي المسؤول عن اصدار الصوت، وده بيحصل لما الهواء بيدخل الاحبال الصوتية فتبدأ الثنايات المكونة لها تهتز، ومن هنا بيصدر الصوت. فلما نيجي نصرخ او نتكلم بصوت عالي، هنا كمية الهواء اللي بتدخل الاحبال الصوتية بتكون قليلة جدا. ساعتها بيحصل ضعف والتهابات في الاحبال بتعمل بحة في الصوت، نتيجة ان حصل تورم واحتقان في الحنجرة. ولما الموضوع بيزيد بتظهر نتوءات على الاحبال الصوتية بتسبب بحة في الصوت، وفي بعض الحالات بتحتاج تدخل جراحي. الاستمرار في الصوت العالي ممكن يخليك تفقد صوتك تماما. لو بدأت تحس صوتك تعبان هترتاح فترة طويلة وتلغي اي مجهود ممكن يأثر على احبالك الصوتية. وعلشان تحافظ على صوتك، اشرب كميات مناسبة من المية، ما تتكلمش بصوت عالي، اتجنب الاكلات اللي بتسبب حموضة اللي ممكن توصل للحنجرة. المشروبات خليها دايما في درجة حرارة متوسطة، لا ساقع قوي ولا سخن قوي. وقت ما تكون متعصب او منفعل حاول تتجنب الكلام نهائي علشان ما تأذيش احبالك الصوتية بدون قصد. ولو حسيت ببحة في الصوت فما تتكلمش لفترة طويلة.